طبعا العالم كله دلوقتي ملوش كلام غير عن اللي بيحصل في ايران والدردكه اللي بتحصل، وهل امريكا هتتدخل ولا امريكا مش هتتدخل، ولا مين هيخش في صف مين، ولا مين هيبقى على مين. بس الحكايه ملعبكه كده واحنا مش فاهمين القصه. يعني انتوا فاهمين؟ انتوا اللعبه دي مش بتاعتنا، احنا مساكين والله العظيم. يعني احنا مساكين جنب الناس دي، ما مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه. احنا طرش في الزفت قاعدين كده لا بينا ولا علينا ومش فاهمين اي حاجه. بس اللي عايز اقوله لك بقى حاجه واحده، لك ان تتخيل ان اللي بيحصل في ايران من تحت راس الوليه دي. الوليه اللي في الصوره دي كل اللي بيحصل ده من تحت راسها هي. الست اللي قدامنا دي صحفيه اسمها كاثرين بيريز شيكدم. كاثرين بيريز شيكدم، اسامي يعلم بها ربنا، مش عارف انا. المهم ان هي الصحفيه دي فرنسيه يهودية الديانة وكانت عايشة في فرنسا. المهم ان هي جت في 2014 واعتنقت الاسلام على المذهب الشيعي، وسافرت اليمن واتجوزت من راجل يمني، قعدت معاه لغاية سنة 2014. الناس دي يا اخوانا ما بتفكرش لسنة ولا سنتين قدام، ده بيدبروا لنا لغاية 50 سنة و100 سنة قدام. المهم ان الست دي اتطلقت سنة 2014 من الراجل اليمني ده، وقالت هروح ايران عشان اخد معلومات عن المذهب الشيعي واتدين بقى، والست عايزة تبقى عارفة دينها كويس. فسافرت على ايران. في فترة قصيرة بقى كاثرين ديت دخلت في زوارق رجال الدين وزوارق رجال السياسة في إيران، لدرجة إن هي بقت مذيعة. وأول ما وصلت هناك قابلت المرشد الأعلى علي خامنئي، قابلته وقعدت معاه، وبعد كده بفترة بسيطة قعدت مع الرئيس الإيراني علي رئيسي. يا إخوانا الناس دي ما بتفكرش يعني تحت رجليها، بيفكروا لقدام. المهم بقى المصيبة السوداء إن بيقول لك إن الولية دي في خلال 5-6 زيارات لإيران عملت علاقات مع 100 شخص إيراني. 100 شخص إيراني في فترة لغاية سنة 2021-2022. عملت علاقة مع 100 شخص من مسؤولين دين ومسؤولين في السياسة، عشان تجمع معلومات عن إيران وتصدرها للبعد اللي هم أهلها في الأصل أو المنبت بتاعها. فعايزه تصدر لهم المعلومات. لك ان تتخيل ان الوليه دي هي تبقى سبب في البلاوي كلها اللي بتحصل. بقالها كام سنه في ايران وعماله تجمع في معلومات وعماله تودي معلومات وتاخدهم كده وتضحك عليهم. يعني انا مش فاهم، انا تضحك على 100 واحد؟ ده بيقول لك ان من ضمن الناس اللي ضحكت عليهم رئيس الحرس الثوري. يعني كله كان بيلوش مع كاثرين ديت. ده ايه؟ انت ما كنتيش عاتقه؟ ده انت واخداهم فحت ورجل. ما المصايب ما بتجيش الا من تحت راس الاشكال اللي زي كده. تخيل بقى ان كل اللي بيحصل في ايران ده من تحت راس الوليه دي. نصيحه بقى لوجه الله، بقى نصيحه لوجه الله، عشان الوليه دي بنت حلال وتستاهل كل خير. هما مش كان في ايران قالوا ان هما هيستخدموا الصاروخ خرمشار؟ اربطوها في ديل الصاروخ وابعتوها لهم. يعني انتوا لو قفشتوها على الصاروخ من فوق كده خرمشار ده وابعتوها تتزوى على هناك عشان تبقى سريعه في نقل المعلومات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي الولية دي يطلع منها كل ده؟ ده انت طلعت شكدم صحيح.